حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ كلشي في امان الله. داكشي اللي كنتمنى. جيتكم اليوم فيديو جديد، نتمنى انها تلقى الاستحسان ديالكم. اليوم غنهضروا على البشره الدهنيه، فإلا كان هذا الامر كيهمكم ما تنساوش انكم تجلسوا معنا حتى النهايه ديال هذه الحلقه هذه اللي نتمنى انها تلقى الاستحسان ديالكم. قبل ما نبدا كنشكر جزيل الشكر اي واحد انضم لهذه القناه، ولا كنتي انت او انت اول مره هتشوفوها. نتمنى انكم تفضلوا وتابوناو معنا، واكيد تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي ننفذ واحد الطلب ديال واحد المشاركه، غنخلي لكم التعليق ديالها هنا، اللي طلبت مني انني نهضر على البشره الدهنيه. وانا رجعت باش نقدموا ليها. تسمح لي الا تعطلت، راكم كتسمعوا الصوت ديالي شويه متاثر. ويلا غنبدا. الا عندك البشره دهنيه ما تحسبيهاش مشكل. هي حاله من الحالات، كيف البشره العاديه، كيف البشره المختلطه، عادي جدا. بالنسبه لك الا كتبان لك احسن كاليتي ديال البشره هي البشره العاديه، ثقي بيا نقدر نقول لك اتو مومون تقدر تبدل الا ما استعملناش لي برودوي سيبلي ليها. باغي البشره الدهنيه الا ما خديناش دي برودوي اللي يكونوا كيحترموا المشاكل ديالها، راه اكيد غير كنأثروا عليها وكنزيدوا نبينوا المشاكل ديالها. فمن هذا المنبر، عندك البشره دهنيه، خليك معايا، غادي نعطيك كاع لي زاستيوس باش تحسني من المظهر ديال البشره ديالك، وممكن انك تقلبي ليها كاع الموازين ديالها. مهم خليك معايا. اولا كنهضروا على الصابون ديال البشره الدهنيه. ماشي بالضروره اختي ملي غتفيقي الصباح ديري ديبريسيون بزاف على الصابون ديالك، ولا تفركي وتعاودي البشره ديالك باش انك بين قوسين تنشفيها. لا، لي غلوبول اولا الخلايا ديال البشره ديالك ما حدك انت كتبغي تنشفيهم، والبشره ديالك ما كتفهمك شنو بغيتي ديري، فكتولي شاده معاك العكس. بهذا المعنى هذا يعني شنو كتولي تخرج كاع داك الدهون اللي عندها، لان بالنسبه ليها راه بحال الا ما حامياش راسها، كتشد معاك الزكاير. تفهمنا على هذه النقطه هذه. غتفيقي الصباح غتغسلي غير بون بريسيون على الصابون ديالك. غسلي عادي جدا، ما محتاجاش كيف قلت لك انك تفركي. كتهزي مشوار اللي نقي، كتطبطبي به على الوجه ديالك. ما تستعمليش فوطه باش ما تاغريسيش كيف قلت لكم، باش البشره ما كتشدش معنا الزكاير. كنشفوها غير بهدوء، ثم كندوزو لواحد لو برودوي اللي بالنسبه لي مهم جدا في الفتره الصباحيه، وعاد ندوزو في الفتره المسائيه. كيف قلت لكم بالنسبه للفتره ديال الصباح، عندنا واحد لو برودوي اللي معروف الحمد لله في بلادنا، هو المورد. بالنسبه لي هنا من سيفورا كناخذ هذا ديال ماريو باديسكو، بحال هكا مورد. كترشيه على الوجه. بالنسبه للمورد تستعملوا اي بشره كيف ما كان النوع ديالها تستعملوا. بالنسبه للبشره الدهنيه شنو كيدير داك التوازن في البشره، داك الدهون اللي كتكون عاليه كيحاول انه يطلع من النسبه ديال المياه اللي كتكون كذلك في البشره، وكيخلي داكشي متوازن. فترشي من مور ما غسلتي، ترشي وجهك بالماء ورد، وكذلك تنشفي. ما تستنيش انه ينشف، تنشفي غير كيف قلت لك بمشوار، يعني بطريقه هكاك لطيفه وحنينه على البشره. كتطبطبي، ومن بعد غدوزي لواحد ليطاب اللي كذلك مهمه في فتره الصيف، واللي هي ليكرون. قبل ما دوزي لا كريم ديالك حطي ليكرون ديالك. بالنسبه لي زيكرون اللي بغيت نوريكم في هاد لا فيديو هادي، انا غادي نجيب لكم وتشوفوا. كيف شرحت لكم بالنسبه لي بروتيكتور سولير، عندكم هذا ديال بيوديرما، شي حاجه اللي كتجي على شكل رشاش. راه كيبان لكم رشاش تحطيه اون فينيسيون على المكياج ديالك، اولا تبداي به تخليه في الصاك ديالك، شي حاجه اللي براتيك. اولا تستعملي هذا الليستيك من عند لا روش بوزي، شي حاجه اللي كتحافظ على الوجه، شي حاجه اللي زوينه بزاف. ما ديرلكش بتاتا المشكل، ولكن كيف قلت لك الا ما بغيتيش تحسي بديك الثقوليه شي حاجه على وجهك، هذا كتبقى شي حاجه اللي خفيفه، ونبغي اي بنت تكون عندها او ولد
العائله بالنسبه لي العائله كامله تقدر ديرو، لانه ما كيسبب لا مشاكل، لا حب لا بشره هكاك ثقيله الى اخره. فالمهم نتوما تختاروا بالنسبه اللي كيناسبكم. انا بالنسبه لي كناخذهم بجوج لانه ما عنديش مشكل، لانه بين قوسين البشره ديالي عاديه، ولكن كيف قلت لكم في الاول الا ما حافظتش عليها جي با ريسبكتي هذوك لي زيتاب ديالها، راه ممكن اتو مومون انها تقلب. الا كيبان لكم لا بريونس راه غير لو بروجيكتور عفوا، وراه شي حاجه اللي عاديه. ممكن كذلك مادامنا كنهضروا على لي بروتيكسيون سولير، ممكن نبداو بهذاك لو ستيك، نحطوا لا كريم هيدراتونت ديالنا، نديروا لو كونتور دي زيو ونفينيو بهذا. من مور ما درنا الماكياج اولا ما درناش نكملوا بهذا. وها حنا البشره ديالنا اون لا ريسبكتي، درنا لها من الاول حتى الاخر. النقطه اللي بغيت نشير ليها بالنسبه للبشره الدهنيه، كيف ما كان ليطا ديالها عندها الحبوب ما عندهاش، كاين هاد لو بروتيكتور سولير. وكاين واحد لاستيوس اللي مهمه وبغيتكم كاملين تجربوها بنات وولاد وتردوا عليا الخبر تحت هاد لا فيديو هادي. هي لي غلاسون. كتعرفوا دابا راه الموت ديال الصهد بارتو، يعني كلشي كيشكي من الصهد وهذا. فبالنسبه لي احسن استيوس عطيتها للبنات شحال هذه في القناه الاولى ملي كنت بديت الماكياج وهذا، وفعلا لقاو عليها نتيجه، خصوصا بالنسبه عفوا للناس اللي عندها مشاكل ديال المسام. هما لي غلاسون. قبل ما تبداي اي ايطاب، قبل المهم من مور ما تغسلي، حنايا غادي نقولوا من مور ما تغسلي وجهك دوزي لي غلاسون على المسام، خصوصا الا كنتي عارفه راسك غادي ديري المكياج. هذه كنقولها بين قوسين، ولكن كيف كنقول لكم هاد لاستيوس ممكن اي واحد يستعملها، لانها فعلا مهمه بزاف بزاف بزاف. دابا غادي نفتروا ولا غادي نوصلوا عفوا الفتره الليليه. عرفتي هاد لا فيديو شحال عاودتها لكم البنات. المهم تسمحوا لي الا كان هناك ارتباك، لانه شحال هذه ما تحطيت قدام الكاميرا، وكنبغي نوصل لكم الفكره كيف ما طرحتها في راسي. سي فري كو ما كنكتبش لي زيتاب ديالي لانني عارفاهم، مي فوالا. المهم نتوما تقبلوا هذا المرور ديالي. يلا نمشيو الفتره الليليه. دخلنا من الخدمه الليل الى اخره، طالعين من البحر، المهم خاصنا نديرو اون روتين ديالنا ديال الليل. باش غادي نبداو عاوتاني بالصابون، غادي نغسلو وجهنا، ما محتاجينش وقع كنحسوا بالوجه ديالنا يعني فيه بحال شي ماسك مثقل علينا وهذا معليش. اون بريسيون يعني ملي كديري مره واحده سا سوفي لارجمون باش انه يحيد لك ديك لاكوش ديال داك الزيت اللي مضيقاك. ممكن من موراها انك تمشي ديري غوماج، ولكن يعني كيف قلت لك راه الحركه ديالنا هي اللي مهمه. ما تشديش وجهك وتبقاي تفركي تفركي تفركي، راه كيف قلت لك الخلايا ديال البشره ديالك ما كتفهم شنو كديري، فكتجي كتحط لك ديك لا باغيير باش انك ما تاغريسيش. وما حدك انت كتعطيها وما حدها هي كتزيد تخرج داك الزيوت اللي فيها. ف غادي تغسلي، غادي ديري كاع هذاك لو غوماج ديالك، تمشي كاع الماسك الا بغيتي باش تريحيها، ماسك ادابتي للبشره ديالك. ثم الا بغيتو ماسكات طبيعيه ممكن انني نحطو لكم ان شاء الله في لا فيديو اللي تبع. المهم هي انني نقرا لي كومونتير ديالكم باش نعرف شنو غنحط لكم المره الجايه. الا كان كذلك هذا المكياج هذا عجبكم، ما عرفتوش كيفاش كيبان لكم، حتى هو نصوروا لكم ان شاء الله في لا فيديو. المهم نتوما اللي كتطلبوا انا كنفذ. نرجعوا للروتين ديالنا. كنديروا لو ماسك. هاد الشيء هذا بالنسبه للفتره الصيفيه راه كنديروه غير مره واحده في لا سيمين، كافيه بالنسبه للبشره لانها متضرره وما بغيناهاش تخرج لنا مشاكل، خصوصا واننا في هاد الفتره هذه ما كنديروش مكياج بزاف على لو تان وهذا باش نغطيو الى اخره. فكنحاولوا ما امكن اننا نبينوها في احسن حله. هادشي علاش كنقول لكم لو غوماج راه كنديروه غير اون فوا بار سيمين سا سوفي لارجمون. المهم من بعد ما درنا شنو كنديروا، واحد لو برودوي كذلك اللي مهم وهو لو تونر. من الاحسن يكون ديال الحوامض، يا ليمون يا حامض، ممكن يكون كذلك ديال الخيار لانه كيريح بزاف البشره. حتى هو كذلك راه كاين في هاد لا مارك هادي، انا ما كنديرش ليها الاشهار باش نكونوا هانيين البنات، ديال ماريو باديسكو. زوين 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 بزاف، كتحسي بالوجه ديالك فريمون بارد ومرتاح الى اخره. ومن بعد بطبيعه الحال كنمشيو نديرو اون كريم ماتيفيانت ديالنا اللي غتمتص لينا الدهون، ونديرو لو كونتور دي زيو،
ونبقاو مرتاحين مع راسنا. غير كيف كنشرح وغادي نعاود نشرح لكم البنات، راه لي زيتاب ديالنا الا احترمناهم اكيد 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 غادي نخرجوا بواحد النتيجه اللي جد مرضيه. المهم باش نولي نرجع ونلخص لكم، عندكم جوج ديال لي زيتاب اللي مهمين، والثالثه سي ناستيوس اللي تقدروا تعتمدوا عليها كنتو بنات ولا ولاد. اول حاجه طريقه تنظيف البشره تكون يعني كالمومون، ما محتاجينش اننا نفركو. ثانيا لا بروتيكسيون سولير اللي كنوصي عليها بزاف، وريتكم جوج ديال لي بروتيكتور سولير، نتوما تختاروا اللي كيناسبكم. الا كنتو هذا بالنسبه لي يعني يكون صاك كبير صاك صغير، جيبك اي حاجه يكون عندك ودائما تستعمليه كل ساعتين. هذا ممكن تستعمليه تخليه بون لي في طونوبيلا، ولكن ممكن ديريه صاكك خارجه، هذا ما غاديش ياثر عليك، اولا تحتاجي مرايه باش تحيدي. وهاد النقطه هذه البنات دابا ما حدي كنهضر كنزيد نفكر، كاينه البنات اللي كيديروا مثلا هذا راه طاح لي لو بروتيكتور سولير سو فورم دو ستيك او لا كريم، وكيبقاو يماسيو 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 يحيدوا هذاك لو فيلم اللي كيبان بيض. هذاك الفيلم اللي كيبان لك بيض نتي وما كيعجبكش، هذيك هي لا بروتيكسيون، هذيك هي داك الفيلم الواقي اللي كيخلي الاشعه ديال الشمس محبوسه عليك، باش يبقى الوجه ديالك نقيقي وباين في واحد الحله جميله. نتمنى من كل قلبي انني كنت وفقت ووصلت لكم لي زيتاب كاملين. الا كاينه شي حاجه بغيتو تناقشوا عليها مشيو لي كومونتير اولا الفيسبوك اولا الانستغرام، نقدر نخلي لكم هنا ولا هنا. بهذا غنكون وصلت للنهايه ديال هاد لا فيديو هذه اللي نتمنى من كل قلبي انها تلقى الاستحسان ديالكم. نتلاقاكم ان شاء الله في فرصه قادمه، وكنشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم، على سورتو لي ميساج ديالكم اللي كيوصلوني. هادشي كيفرحني بزاف، اكيد كيخليني انني نرجع بواحد الحماس وبواحد الطاقه متجدده. كنشكر الاخت كذلك اللي اقترحت عليا هاد لا فيديو هذه، واللي غنعاود نحط الكومونتير ديالها هنا. وكذلك نتوما من حقكم، لانه بالنهايه هاد لا فيديو ولا هاد القناه مديوره على قبلكم، من حقكم انكم تقترحوا اي حاجه بغيتو تشوفوها على هاد القناه. وشكرا لكم، تبارك الله عليكم، وتبقاو على خير. باي.